هانتوما البنات جبت لكم ماسك واعر 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 اللي كتحلم بالرجيلات بيضين ما فيهمش لا طراس ديال الصنداله. القديمه تيكونوا رطبين وبيضين ما مشقين ما والو. غادي نوريكم وصفه غزاله 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 بزاف 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 بزاف. غادي توليو مدمنات عليها، ما عمركم ما تستغناو عليها، وبمكونات بسيطه بزاف 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 وكتبيض من اول مره. يعني ماشي غادي تحتاجي ديريها وتعاوديها وتعاوديها، النتيجه ها هي قدامكم كتشوفوا فيها بعينيكم. يعني النتيجه راها كتبان من اول مره. كما قلت خطاره البنات، غير تبعوا معايا الفيديو والله ما غتندموا. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ واش لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي يكون اموركم بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده. اليوم ان شاء الله جبت لكم موضوع اللي كطلبوني عليه بزاف وانتظرتوه بزاف. سمحوا لي ما لبيتش الطلب ديالكم يعني بسرعه، يلاه كتاب. يعني اليوم غادي نتكلموا على الموضوع ديال اسمرار الرقبه او سواد الرقبه، سواد الوجه، سواد الجسم كامل، وخصوصا اليدين والرجلين. بالنسبه لهذه الوصفه هذه تتصلح للجسم كامل. يعني بما اننا يعني مقبلين على دخول فصل الصيف، هنا كيولي عندنا هذاك المشكل ديال الصنداله كتبقى كتصور لينا في الرجال، رجلينا كيسمروا، الرقبه ديالنا، يدينا كيطراساو لينا الحوايج اللي كنلبسوا. هذا مشكل. كاينين عاوتاني البنات اللي عندهم هذوك الحزات هنا في العنق، يعني صبر ليهم بزاف بزاف بزاف. غادي نوريكم واحد الوصفه ساهله مهله، المكونات ديالها كاينين في كل بيت تقريبا، يعني غادي يكونوا عند الاغلبيه ساهلين ماهلين، وحتى لو بغيتو تاخذوهم راهما رخاصين. صراحه انا كنشجعكم انكم ديروها، وغادي نديروا ان شاء الله تجربه غادي تكون قدامكم، غادي نطبقها معكم من حتى لزين. ما تمشيو فين، تبعوا معايا الفيديو من البدايه الى النهايه. مرحبا بكم. ما تنساوش لي ابوني فلاشي اللي اول مره كيشوفني وكيتابعني. كنتمنى ان المحتوى يعجبك. بالنسبه للمتتبعين الاوفياء والمتتبعات الوفيات اللي كنحماق عليكم، ما تنساوش ليا بارطاج الفيديو، كثروا من اللايكات، وعدد التعاليق ديالكم راه في قلبي، وهذوك الدعوات ديالكم شكرا لكم عليهم بزاف 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 بزاف، كتستاهلوا الكثير. بالنسبه للمكونات اخواتي كما قلت ساهلين ماهلين وكلهم معروفين يعني بالتبييض، يعني تستعملوا بكثره، كيكونوا كمكونات اساسيه في جميع مكونات يعني او برودويات التجميل. اللي هو المكون الاول اللي هو الحليب البنات. الحليب شي حاجه اللي كتبيض ومعروفه معروفه معروفه بانه كيتستعمل في الوصفات الطبيعيه وحتى الغير طبيعيه، كيكون كمكون اساسي. غادي نديرو هنا كاس لاروب ديال الحليب على حساب شتي. هذه الكميه ديال الحليب البنات كتوقف على نتوما اشنو بغيتو ديروا بهذه الوصفه هذه. واش بغيتو ديروا تبييض الجسم كامل، واش غير العنق والوجه، واش اليدين والرجلين، واش لي دو، اشنو بغيتو ديروا. المهم انا هذه الكميه اللي غادي ندير معكم دابا ديال كاس لاروب، غادي نوريكم شحال غادي تخرج لينا وشنو غادي نديروا بها، يعني شحال لاش تكفانا. غير خليكم معايا باش تعرفوا كل شيء. غادي ندير هنا كاس الا ربع ديال الحليب هكا، وغادي نديرو على النار حتى يغلي، يعني حتى يفيض، ونرجع معكم نوريكم اشنو غادي نديرو به. هانتوما اخواتي بعد ما كيفيض هذاك الحليب ديالنا، يعني كيطلع الفيضه بحال هكا، كنطفيو عليه عادي كما كنفيضوا الحليب عاده. غادي ناخذوا اخواتي واحد المكون اللي سبق لي وتكلمت عليه، كيبيض بشكل سريع وبشكل فوري. ماشي غادي نتسنى النتيجه ديالو على 2 المرات 3 4. من المره الاولى كتحسي يعني وكتشوفي، ماشي كتحسي، كتشوفي النتيجه بام عينك. البنات اللي جربوه معايا في القناه رجعوا لذاك الفيديو غادي تشوفوا التعاليق ديالهم. الحمد لله ما كان حتى شي تعليق سلبي، ولله الحمد. لقاو عليه واحد النتيجه زوينه 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 بزاف. ما حدا باقا سخونه، لوحوا فيها هاد الدوليبران هادي وخليوها. هاد الغليان هذا اللي كدير بحال هكا، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، هو اللي مزيان، هو كيعطيك واحد التبييض زوين. بغيتي ديريها اختياريه، ما بغيتيهاش ما ديريهاش. غادي ديري باقي المكونات. المكون الثاني اللي هو غني عن التعريف ومعروف، كيبيض بزاف بزاف ماشي شويه، وهو نشا الذره او المايزينا. غادي ناخذوا ملعقه كبيره، غادي نضيفوها هنايا مع واحد الحليب باقي سخون. كما كتعرفوا الا ما ضفناش داكشي والحليب باقي سخون، يعني الدوليبران او هذا الفانيل سريع الذوبان مع النشا ما غاديش يبغي يذوب لينا بعد ما يبرد داكشي. خاصنا نحركوه مزيان باش يذوب لينا النشا، ما يبقاش الاثار ديالو. كنستمروا في التحريك البنات، راه هادشي بيض ما كيبانش لكم مزيان
حتى ما كيبقاوش عندنا هذاك النشا يبقى متكتل اولا داير لينا كويرات. كيذوب هو بسهوله. الا كان الحليب سخون راه كيذوب بسهوله يعني تامه ما كيأدبكش. غادي نزيدو المكون الثالث اولا الرابع عفوا، وهو الحليب المجفف او نيدو. الاخوات الجزائريات كيقولوا حليب الحضا، هو هذا. المهم الحليب غبره. غادي تزيدوا واحد المعلقه ونص كبيره صافي بحال هكايا. كما قلت الكميه كتوقف على حساب اخواتاتي اشنو بغيتو ديروا نتوما، واش كلشي الجسام، واش الوجه واليدين والرجلين والعنق، يعني على حساب البلايص اللي بغيتو ديروا ليهم وصافي. غادي نحرك بحال هكا حتى ما يبقاش الاثار ديال هذا الحليب المجفف. راه مازال معايا هنايا ما دايبش مزيان. غادي نعاود نحرك وغادي نزيدو القهوه سريعه الذوبان. انا كنحاول نسرع الفيديو غير باش ما يجيكمش طويل، يعني نحاول نزرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل. الا بانت لك شي حاجه حيديها ما تخليهاش صافي. غادي نزيد هنايا تقريبا معلقه ونص ديال نيسكافيه او قهوه سريعه الذوبان بحال هكا ونحرك. دابا غادي نضيفو يا اما الحمام ماري، غادي نحطو على حمام ماري، يا اما غادي نحطو على نار مهيله جدا، يعني غير يغلي واحد شويه يعني يسخن ويعقد، يعني يولي عاقد ما يبقاش بحال هكا سائل بزاف. ونرجع معكم نوريكم القوام ديالو كيفاش غادي يكون. ها انتم بنات بعد ما كنحيدو من فوق البوطه ولا من فوق النار هكا كيولي القوام ديالو ثقيل شويه، يعني ما كيبقاش سائل بزاف. وردوا البال من هذوك التكتلات اللي تيكونوا لتحت، راه هما باش عندنا الغرض هنا في الوصفه، يعني ضروري انك تحاولي معاهم يذوبوا. انا نوريك، شوفي هنايا شتيهم دايرين بحال الكويرات، يعني ما خصهمش يكونوا هنا. ملي كتحيدي على النار وكيعقد لك الاختيار، الا بغيتي ديري غير لرجليك ماشي لوجهك ديري خميره الفوريه او خميره الحلويات، ديريها تما يعني في النهايه هنا ضيفيها لهاد المكونات هادو. بعد ما كما قلت كيعقاد المكونات مزيان كتضيفي لهم هاد الخميره ديال الحلويات. الا بغيتي ديري فقط رجليك او الرقبه ديالك ويديك وكذا راها مزيانه بزاف في التبييض وكترطب حتى القدام. يعني البنات اللي عندهم القدام ديالهم حرشين وديما تيتشقوا ليهم ورجليهم ماشي حميمرين مزيان، راه ممكن انك بعد هذا ديري يعني واحد الوصفه واحده اخرى اللي كتحمر القديمات ما كتخليهمش يبقاو يبانوا هكاك زرقين اولا بيضين بزاف ومشقين. هاد الوصفه هذه راها زوينه 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 بزاف، وانا متاكده بان في هذا الصيف هذا راه غادي تنفعكم بزاف بزاف بزاف. صافي دابا بعد ما بدا يعني ما بقاش بارد سخون بزاف عفوا، غادي نبداو نطبقوا فيه. بغينا نطبقوا على يدينا بحال هكا، غادي نبداو نطبقوا فيه اليد يعني بالجهد اللي ما يكونش سخون هاك. السر فين كاين في هذه الوصفه هو انك ملي ديري الطبقه الاولى وتحسي بها بدات تتنشف ياك، تما عاودي واحد الطبقه ثانيه وعيني تتنشف. راه زوينه بزاف بزاف بزاف. راه كما قلت غادي تلاحظي الفرق من المره الاولى. غادي نعاودو نديرو اليد الثانيه بحال هكا هكا بنات. هانتوما بنات غادي تطبقوها على رجليكم، غادي يوليو بيوضات وزوينين، ما غاديش يبقاو بحال هكايا كحلين ولا طراس ديال الصنداله، كيوليو بيضين ولاو نديرو لهم موحد، يعني ماشي شي بلاصه سمراء وشي بلاصه بيضاء. وكما قلت الا بغيتي تضيفي هنايا الخميره ديال الحلويات او البيكين باودر راه حتى هو مزيان لهنا للتبييض ولترطيب القديمات. كنت حطيت لكم وصفه بالقويلبات ديال دوليبران او التحاميل ديال دوليبران ديال الوليدات الصغار، حتى هي مزيانه بزاف بزاف بزاف. هذيك مزيانه للناس اللي عندهم التشققات ديال القدام وديال الرجلين بزاف، هما اللي كيديروا هذه الوصفه هذيك اللي كنت وريت لكم، وتلويو رجليكم في السلوفان باش كيرطابوا. صراحه كتعطي واحد الترطيب خطير خطير خطير. الا كنتو مازال ما شفتوش الفيديو رجعوا شوفوه. بحال هكا صافي كدهنوا كديروا غير طبقه وحده، اون فوا كيبدا ينشف تزيدوا الطبقه الثانيه باش تحصلوا على نتيجه اسهل واروع. كما كتشوفوا الرجلين ديالكم واخا الصيف حافظوا على البياض ديالهم، حافظوا على النقاء ديالهم باش دائما تتكوني تتمتعي بواحد البشره اللي هي صافيه وزوينه بدون شوائب. انا غادي نستمر ونرجع معكم. هانتوما اخواتي بالنسبه لوجهي انا هاد الكميه هذه اللي صايبت معكم ديال كاس لاروب ديال الحليب راها صايبات ليا يدي
ورجلي وحتى الدرعين ديالي من هنا، يعني ما صورتش معكم. وبالنسبه يعني الا قللتي الكميه، يعني بغيتي ديري غير العنق والوجه، ديري فقط نصف كاس راه كافي. انا هنا راه بغيت ندير لا وجهي لا عنقي لا كلشي. اون فوا نكمل التصويره غادي ندير حتى العنق ديالي حتى هو صافي. هكا راه خليت وجهي تنشف وزدت ليه الطبقه الثانيه، وزدت الطبقه الثانيه حتى ليدي، وكيزيد اللون كيغمق كيولي بحال هكا. وانا غادي نخليهم تينشفوا ونرجع معاهم. هانتوما بنات بعد ما كينشف شويه، يعني كينشف ماشي غير شويه، كنبدا كندير يدي هنا في النشا. هذه خطوه مهمه غير باش ما تحرديش يعني في الجلده ديالك، وكتبداي كتقشريه بهذه الطريقه هذه. انا نفرش لكم هذا البابي هذا باش تشوفوا يعني هذا المقشر كيفاش كيخرج بعد ما كيطيح. هانتوما شفتوا كيولي كينوض لك كاع داك الوسخ كيتحيد. وممكن انك ديرها معك عاوتاني للحمام على شكل تبريمه، ممكن ديرها غير في الدار يعني بلاش ما تبقاي يعني تديها للحمام عاد ديريها، فقط ديري غير يديك ورجليك والبلايص اللي باينين يعني بحال العنق بحال صافي. ها نتوما شوف واعره يا البنات، واعره 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 صراحه الله، فنه فنه فنه. ها نتوما شوفوا الوسوخات داكشي كلشي كيخرج على برا. انا غادي نغسل يديا ونوريكم الوجه كيفاش ديروا ليه. هانتوما خواتاتي توجيه غادي نقوميه بنفس الطريقه. غادي نبقى نشد هكا، ما عندكش نشا غادي ديري الدقيق ديال الروز، غادي ديري الدقيق ديال الحمص، او غادي ديري الحليب المجفف. هانتوما شوفوا ممكن ديري حتى بلا به. شوفوا شنو كيطيح راه تبارك الله. ها شوف صافي كتقومي وجهك هكا، من بعد كتغسليه بالماء دافي ماشي سخون. شوفوا النتيجه بعدا في يدي كيتراصى داك الخط هنايا الحد اللي درتي فيه كيتراصى ليك مزيان مزيان. صافي خواتاتي انا غادي نستمر هكايا. شوف شوف شتو انا غادي نكمل نغسل وجهي ونرجع معكم. انا رجعت معكم خواتاتي بعد ما غسلت وجهي. هذه هي النتيجه. صراحه النتيجه راه هي زوينه. شو خليت شويه هنا ما شفتوش. النتيجه زوينه زوينه زوينه، وكما قلت في بدايه الفيديو كتبان لك من اول استعمال. وبحال دابا انا راه خلات لي واحد لاطراس هنا لاطراس هنا، راهي ما كيبانش لكم في التصوير. صراحه شي حاجه اللي زوينه، وحتى رجليا خرجوا هكا. شوفي يدي تبارك الله تنقاو، لان دابا في الصيف كيوقع لنا هذا المشكل هذا ديال الشمس، كتخلي لنا لاطراس ديالها وكتسمر لينا اليدين والرجلين، كيولي اللون ديالنا ماشي زوين. دائما نحافظوا على البشره ديالنا هكا، راه ما كيدير لا حساسيه لا والو، وكتحسي بالملمس ديال البشره ديالك يعني ناعم جدا. بالنسبه للاخوات اللي عندهم البشره الجافه كنصحكم بعد ما تغسلوا وجهكم تنشفوه تما دهنوا وجهكم بزيت اللوز او زيت الكوكو او اي زيت انت كتستعمليها لوجهك، او زيت جونسون ديال يعني الزيت ديال الاطفال زوينه بزاف 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 بعد الماسك. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. زيدوا دعموني باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم، كنحماق عليكم. والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.